النهارده ان شاء الله هنعمل لكم صيانه سريعه كده على تيل الفرامل. كل شهرين بعملها للعربيه بتاعتي عشان تحافظ على تيل الفرامل. يعني العربيه بقالها حوالي 8 سنين وتيل بلادها لسه موجود فيها. عشان الصيانه دي هنوري لكم الصيانه هتتعمل ازاي. دي طبعا كواريك احنا عاملينها مصنعينها في الورشه، فهنرفع عليها العربيه من الجنبين عشان ايه، ننجز مع بعض شويه. يلا يا شباب. عندك طعمي دي كواريك عاملينها فتيل طبعا قوية عن بتاع بلادها كتير. طبعا الكوريك اللي هناك فتيل وده سن اهو، ده سن والتاني فتيل، الاتنين دول سن اهو. ده طول الكوريك اهو. هنحط ده للامان برضو تحت كده. فك العجل يلا. شيل الصواني على جنب. دي صيانة سريعة كده لتيل الفرامل عشان ما يبوظش معاك بسرعة. والناس ممكن تعمله في التوك توك برضه عشان ما يبوظش التيل. كل ما تنضف التيل او بتطريه كده عشان ما يبلطش، ما يبوظش الطنبوره والتيل نفسه ما يبوظش. فالصيانه دي انا بعملها شهريا لعربيتي، كل شهرين بقوم عاملها. ده تيل بلاد اهو بقاله 8 سنين فيها. نشوفه دلوقتي. دي اللقمه اهي بتاع التيل معانا. اللقمه معانا اهيتي، مش هنمشي عليها صنفره ولا حاجه، لسه تيل بلاد اهو موجود بحاله اهو. عشان الصيانه بتتعمل شهريا كل شهرين حسب مشي العربيه طبعا. ده ممكن كل واحد يعمل الصيانه دي بنفسه. هنغسل التيل بس بحته سفنجه كده. نعملهم على بعض ايوه، من غير صنفره من غير اي حاجه كده ينضفوا بعض. التيل بدأ يخضر معانا اهو.
كده التيل اخضر معانا اهو، التبليطه اللي فيه راحت. هنبدا بقى نغسل الطنبوره دي. طبعا انا ماليش في العربيات، انا ميكانيكي توك توك بس بعمل صيانه لعربيتي. طبعا رافعينها على كواريك من الاربع ناحيات عشان ننجز وقت اهو. هنبدأ بقى نركب اللقم. لا مجرى طبعا تركيبها سهل اهي. لا طبعا مسمار 14 هيتقفل. طبعا هنقفل الفردة، نرجع ورا بقى. طبعا ورا هتبقى مختلفة، مش هتبقى على لقم، هتبقى على تيل. دي طبعا هنمشي عليها صنفرة ناعمة خالص، تمشية خفيفة كده، متاكلش منه طبعا. حاجة تنضف بس التبليطة اللي هي اللي فوق أو التراب اللي عليها. شايف؟
كده ورينا لكم ازاي تعمل صيانة لتيل الفرامل كل شهرين 3 عشان تعرف تحافظ على تيل الفرامل. لقم وتيل، عشان اللي عنده العربية على لقم واللي عنده على تيل يبقى عملنا لكم الاتنين. كده هنقفل الفرد بقى ونعمل الجنبين التانيين وشكرا.